ما عندي عالج، يعني انا اتمنى عندي حتى اراجع بيها حتى اوقف على رجلي، لان انا ما دائما لها باسر عقبه. نعم. والله بس ما امتلك يعني اللي اخذه، يعني 300 يصير فتره علاج كل شهرين 250، من نجيب له 300,000 دينار بالشهرين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة إنسانية أخرى مع الطفلة رقية اللي تبلغ من العمر 7 سنوات. رقية تعاني من مرض خلل في الأعصاب مما أدى شلل بالأقدام. نعم. وحتى عندها بعيونها خطية وأطراف إيديها، وهي مقعدة. وحالة والدها العم أبو عباس رجل كاسب على باب الله، ما يملك يعني غير عمله وبجهده، وهو بهذا العمر حتى راتب ما عنده نهائيا، فما عنده امكانيه يعالجها. السلام عليكم ابو عباس. السلام ورحمه الله. شلونك؟ شلون احوالك؟ شلون صار؟ شنو وضعيه رقيه؟ والله وضعيه رقيه عندها كان ضمور عندها 3%. نعم. وقتها. نعم. بس يراد لها علاج قوي. نعم. ودكتور يكون مختص بهذا الشيء. بس هي تكلف مبالغ، انا ما عندي اراجع بيها. وهذا تشوف هي حتى راتب ما لها. ما لها مال معاقين؟ لا ما لها، ما عندي راتب لها. نعم. والله وانا ما امتلك راتب يعني حتى اعالجها به. نعم. اي عندي هاي سياره شفتها تاكسي. هاي تاكسي. نعم. اي يوم احصل يوم ما احصل يوم كذا. هاي مصرف ما تكفي. هذا قوت لا تموت وتشوف الحاله هاي يعني بكل الاحوال. نعم. اي وين هذا الطبيب اللي قال لك عليه؟ والله يقول لك طبيب بالحله، هو الاطباء موجودين بكل مكان. بس الامكانيه بس امكانيه ما عندي محدوده. نعم. اي وان شاء الله يعني هذا العلاج راح يرجعها طبيعي. يقول والله ترجع، لان هي توقف بس مشي ما تقدر تمشي. اي بس حتى عندها بيديها اطراف ايديها. اي هاي عندها ايدها ثقيله يعني. نعم. اي رقاوي شلونك؟ رقاوي بالضبط. ما عندي شيء يعني، رغم يعني مقتنع بحالته. بالضبط الحمد لله والشكر، بس انا اريد اوقف هاي على رجلي خطيه بس هاي. نعم. ان شاء الله الناس الخيره والناس الطيبين ما راح يقصرون اتجاه رقاوي بعون الله، وانت تستاهل ابو عباس. رحم الله والديك. شفتوا وضعيه رقيه ووضعيه عم ابو عباس اللي يشتغل رجال كاسب يوميته ب5000 او 10,000 على الاكثر، ومراجعه للطبيب وامكانيه مراجعه ما يملكها، فهو يناشد اهل الخير واطباء الرحمه بان ينقذون هاي الطفله. يقول انا بس عقب رايح عنها، منو الها هاي الطفله؟ لا هي راتب مال معاقين ما تستلم، ولا امكانيه عنده حتى يعالجها. فمناشدتي لكم يا اخواني، انتم ان شاء الله ما راح تقصرون تجاه هذه الطفله، يعني طفله مسكينه بس تريد عافيتها حتى تقوم تتمشى وترجع لطبيعتها وتروح للمدرسه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.